يا صباح الخير. اليوم الثالث في هيوستن تكساس. beautiful day بس اكو هوا. دا احكي ويا الاولاد اقول لهم هذا على الفرونت ديسك شنو ما ينام، يعني كل ما اجي القاه هنا موجود. شو قد يشتغل 24 ساعة باليوم؟ الصبح بالليل العصر الظهر. هاي اول مرة راح نجرب مطعم ايهاب. طبعا هذا المطعم جدا مشهور ويفتح 24 ساعة. وهذا المطعم من الداخل ميمي جاي تختار. شوف المنيو عندهم كيدز منيو، يعني قائمة مع الأطفال. ها. Can I get the happy face pancake? هذا المطعم انفتح بسنة 1959 بولاية كاليفورنيا. اشتهر بالريوق أكثر شي الفطور وبالبانكيك، بس بعدين بمرور الوقت صارت عندهم وجبات ريوق وغدا وعشاء وانتشر بكل الولايات بأمريكا. شوف يعطوهم هذني ويلونوهن. هسه بوبو راح يبدي يلون هو ميمي. هذا أكل بانكيك. 3, 2, 1. يسوون سباق. هذا بوبو جبنا له هات شوكولات وميمي، وانا بالنسبة لي كوفي. بعد ما البوبو هسه راح يجيبونه. بالنسبة للأكل أنا مجرب دينيز قبل هواية، بس أقول دينيز أطيب. حتى بالنسبة للبانكيك الحجم مالتها، ويخلوا لك هواية فراولة وموز عليها وبلو بيري همينة، بس هاي صغيرة كانت، يعني الوجبة صغيرة مالتهم. والبانكيك مو ذاك البانكيك يعني. فلو تسألوني راح تكون هاي أول مرة وآخر مرة ناكل هنا. بعد ما ناكل يم أيهاب. شو تقولون؟ No. صح؟ Yeah, no, but You it's like it, good. Mimi? It's good. Like, I don't know hot chocolate pancakes were good. It's higher best. صغير حاجة اي. Yeah. قبل شوية بنتي سألتني قالت لي ليش كل الناس هنا مكسيكان؟ لأنه 50%، تخيلوا الرقم، 50% من اللي يسكنون بتكساس كلها هم من المكسيكان، وهذا رقم يعني كلش كبير، يعني 50%. فأغلب اللي يشتغلون اللي موجودين هم مكسيكان. بالمناسبة هذا شيء زين، أنا أحب المكسيكان بيبل، يعني كلش ناس مسالمين وما عندهم أي نوع من العنصرية. يعني أنا بحياتي ما واجهت أي مشكلة ويا المكسيكان. هنا من تقعد أو تدخل المطعم يحكون وياك we good thank you gracias. يحكون وياك بالإسباني أول مرة، بعدين من يشوفونك أنه أنت تحكيهم بالإنجليزي أو ما تفتهم عليهم يحكون وياك بالإنجليزي يعني. فهسه هذول همين قعدوا هم يحكون انجليزي يعني، فحكيت وياهم بالاسباني اولا كوم استاس، بعدين قالوا هاي كان اي جيت هيجي، بس شفتهم يحكون انجليزي لا يعني حكيت وياهم بالانجليزي. حاليا انا رايح على قصي اللي البارحة التقيت بيه وكنا سوية. عندنا كم شغلة متفقين نسويها اليوم. فهو ساكن بأحد هاي المجمعات السكنية اللي على اليمين. شوفوا هاي البيوت حلوة، هاي البيوت. شوف عندك جراج السيارة، وتقدر سيارتك همين تخليها على الشارع، بس على اليمين سيارتك تكون على الشارع هنا. وهاي الشقق السكنية المجمعات تعتبر هاي رخيصة. شوف مثل هسه هاي الشقق، هاي المجمعات السكنية الشقق. ويا اهلا وسهلا. حبيبي جعفر اخوي. هسه شو نسوي؟ هسه اعطينا عنوان وروح. نزلت لك العنوان. قصي احكينا على هذين المجمعات السكنية اللي انت هسه مثلا ساكن بيها، هذا شلون اسعارهم؟ مثلا الغرفة غرفتين ثلاثة. نعم، مجمعات السكنية يعني بهيوستن ايه. من 800 الغرفة وصالة الى توصل 1200 بهاي المجمعات، يعني مجمعات بسيطة. هذا الغرفة وحدة؟ غرفة واحدة 835. جدا ممتاز. اي كلش زين. ممتاز.
يعني اللي يريد يكون نفسه اول ما يجي بهاي المجمعات. غرفة واحدة مثلا اذا شخص عندهم طفل صغير فهو هذا. زين الغرفتين الغرفتين اذا كانت فوق او جوا 1150. 1150 اي حلو بلاش. وب 1500 تقريبا يمكن 3 غرف. هنا ماكو 3 غرف. بس غرفتين. بس انا حسبتها يعني تقريبا 1500 يعني. لا هواي 1500 كهاي المنطقة. اي بس اما منطقة اخرى يعني تبعد فد 2 مايل ممكن تلقى 1500. بس كبداية واحد اول ما يجي يعني هاي تكون مناسبة له. اذا بعدين بالمستقبل يريد يطور من السكن يعني يروح بمكان افضل. مضبوط. لانه هسه احنا من جينا المنظمة جابوا لنا بهاي المنطقة وبهاي المجمعات، لان تعرف اول واحد ما يجي يعني ما يعرف لا لغة وما عنده سيارة، حتى اذا ما يشتغل او ماكو مساعدات يقدر يدفع الايجار لانه رخيص جدا. صح. هاي بالنسبة للغرفة مع الضريبة مع كل شي صار $1015 غرفة واحدة. مقارنة سريعة مثل هاي الشقة بالضبط يعني ممكن تحصلها $2000. هاي اذا غرفة واحدة. اذا غرفتين 2500 فما فوق اقل شي. كاليفورنيا سان دييغو. اي هاي المدينة اللي احنا بيها حاليا اسمها موموريال، يعني تعتبر منطقة راقية وحتى اسعار الايجارات تكون مرتفعة اكثر. فهسه احنا رايحين على مجمع. هو صديقي قصة يريد يعني يشوف ممكن بالمستقبل ينتقل بهاي المجمعات. حلو اكو كاميرات مال مراقبة، يعني المجمع مجهز بكاميرات آمن. وهذا الليسينج اوفيس هذا هنا اذا واحد يريد يأجر او عنده فد مشكلة يدفع الإيجار هنا. فهذا شكلهم شقق. هسه ناخذ جولة على المجمع بس أول مرة نريد نشوف الأسعار مالتهم. هذا المجمع هيك الشقق كان شقق بسيطة حلو. هذا الورد جيت حلو. هذا الأبيض. طبعا تواصلت ويا البنت اللي تشتغل بالأوفيس هسه راح تجي قالت انتظرني. طبعا هنا اكو مسبح شوف لكم اياه مال المجمع، يعني مسبح صغير. ما انا مو من عشاق المسبح بس يعني بالصيف ممكن واحد يجي للمسبح. حلو نظيف هادئ هدوء. It's nice that it's downstairs because it's more insulated. Your electricity bill is going to be lower. Your kitchen is all electric. You also have your second bathroom is available from the hallway and from your second bedroom. بابين هاي بيها. هاي الشقة اللي شفتوها سعرها $1500 أرضية، غرفتين وحمامين. وشفتوا المسبح مالتها. المنطقة هاي طبعا تعتبر من المناطق الراقية اللي بهيوستن. عود هذا يعني غالي، يعني $1500 يعني بغير أماكن تلقون أقل. بس الحلو بالموضوع إنه المدارس هنا بهيوستن أو تكساس بصورة عامة، المدارس الباص يجي ياخذهم من هاي المنطقة اللي أنا واقف بيها، سواء كانوا بالابتدائية أو بالروضة أو بالمتوسطة، يعني الهاي سكول الميدل سكول. كليتهم يجون باص ياخذهم الساعة 6:30 منا. طبعا هاي الشقة اللي شفتكم اياها يعني جاهزة حاليا. يعني قالت لي اذا تريد تنتقل من هنا ل 15 بالشهر الجاي يعني بعد تقريبا 20 يوم هي جاهزة. راح تدز لي تكست مسج وقالت لي اذا قررت 100% راح نشتغل انا وياك سوية ونكمل البروسيسنج مالتها. مبدئيا المجمع كلش حلو وهادئ. وهذا البارك اللي قدامي اذا تشوفون هاي الحديقة الكبيرة تقول يعني العصريات راح تشوفون اكو اولاد يجون هنا يلعبون. وحتى المدارس يعني اذا واحد يريد يروح مشي هم يقدرون يروحون مشي. فحلوة المنطقة كلش حلوة. هذا ها قصي يلا بينا يلا. وداني هسه قبل ما بلش الفيديو ايش قلت؟ وهسه ذبينا الاولاد بالمدرسة. دا اقول يا مدرسة ذبيناهم بالفندق راحوا ما يقدرون يجون ويانا. الشغلة اللي لاحظتها هنا بتكساس انه ما نشوف هواية زائرين من غير ولايات، ما عدا هذا اللي قدامي جاي من جورجيا. بس لاحظت شغلة، اغلب الشوارع هي تول رود،
يعني الشوارع بفلوس. ايزي تاج اسمها، يعني تاج تخليه بالسيارة وكل ما تفوت ياخذون منك فلوس. صحيح مو ذاك المبلغ، يعني 50 سنت ذا كلش دولار، بس ليش هيك يعني؟ صح هذا الكلام يعني؟ صحيح. هيوستن ترى رابع اكبر مدينه بامريكا، والشغله الثانيه هذا يخفف الازدحام. يعني تعرف هيوستن بيها يعني جاليه قويه كلش، عربيه وافغانيه وباكستانيه ومكسيكان. يعني هم ما اعرف كم نسمه بصراحه، ما اقدر اقول. المكسيكان انا ذكرته بالفيديو يشكلون 50% من السكان، تخيل الرقم. شايف؟ وحتى الناس الغير قانونيين هم هنا عندهم سيارات، فيخففون الازدحام التولوي. هسه اذا يسوون شارع جديد هم تولوي زين حتى يخف الازدحام اكثر. يعني هيوستن هواي يعانون من الاختناق المروري. شغلة ثانية بالنسبة للإيجار، يعني مثل ما ذكرت أنت بالبداية كانت سهلة عليك أنت اجيت لأنه ما عندك إنكم. نفس الشيء هسه هاي من المجمع همينة، يعني شفتها أنه من السهل جدا أنه أنت تأجر من عندها تأخذ. قالت لي I'm gonna work with you، راح أشتغل وياك أنا على الإيجار، ما عندي أي مشكلة. بس قالت لي قدم إذا تريد من هسه، وعلى يوم 15 قبلها إذا أشوفك أنت كل شيء تمام نقدر نأجلها بعد 15 يوم على مود تنتقل بعد شهر من هذا اليوم على سبيل المثال. بس شو بدأت تشوفني انه اني انترستد، يعني مهتم بالموضوع. شغله ثانيه هم بالنسبه للايجارات هنا ماكو منافسه. شنو منافسه؟ المنافسه هي مثلا من تروح تقدم على شقه راح يقولوا لك اكو 5 أو 6 مقدمين قدامك، فاحتمال انت يصير من نصيبك. بس اكو هواي ناس، بس من رحت اني قالت لي واحد مقدم بس، وما اعتقد كلش مهتم مثلي اني. فهناك يعني راح يسألوك على الانكم مالتك، لازم يكون قوي. ليش؟ لأنه إذا الإيجار مال الشقة 2500 غرفتين على سبيل المثال، فلازم يكون ضعف الانكم مالتك، يعني 5000 دولار. و5000 دولار شوية صعبة نفر واحد يطلعها. فهنا هي كلية 1500، فإذا أنت الانكم مالتك 3000 فأنت معناتها مقبول ايزي. انا قلت لهم للاولاد تعالوا وياي، ما قبلوا، قالوا لا بابا اريد نروح نرتاح بالبيت وإيش نسترخي. فهسه جينا اكل لانه شنو جعنا. وهاي المقبلات الرهيبة بعد ما جاي للاكل. هذا الاكل العربي كباب ومعلاق مكان. يلا مدوا ايدكم لا تستحون. بكاليفورنيا اكثر سواق الاوبر يستخدمون سيارات هاي البوريوس او السيارات الاقتصادية على مود يصرفوا لهم البنزين غالي. بس هنا ما عنده اي مشكلة يشتغل بسيارة جيب. البارحة شفت واحد عنده جيب في 6 سلندر اس يو في يشتغل بيها اوبر اكس عادي. او هاي تصرف بنزين، هاي البيوق امريكي. هذا المكان اللي أنا بيه اسمه جاليريا مول. إذا تجون لهيوستن لازم تزورونه. شوفوا لي هاي البناية ايش قد عالية. واو شوف واو. اكو رذاذ يجي من عند هذا المكان حلو. والله لازم تجون هذا المكان. هذا جاي بدرون، جاي يطيرها ويصور بالدرون. دي جي هاي اكو بناية كلش عالية. وهسه بوبو جاع يريد ياكل شنو؟ McDonald's junk food. جانك فود. I want to eat junk. Eat junk today. واو شوفوا الجو شلون صار.
شباب بالمناسبة ترى الفيديو 4K، كل فيديوهاتي دا اصورها 4K. فعلوا الاعدادات. الاولاد جاعوا قالوا خلينا نطلع شوي لان خطيه اليوم ما طلعوا هم. بس شنو صارت الدنيا باردة، بوبو ما في يريد. مو ها باردة. لا باردة. شوف مو باردة. لا لازم تلبس هدوم نو ثانك يو. تروح تتمرن. دوم. يعني جاكيت لا. مالتك هذا الفينوم. وين الفينوم؟ تعال. بوبو راح نلبسه فينوم. نو. هسه اشوفكم شنو فينوم. بابا. Let's get some junk food. عشان اسوي اوردر. Thank you for choosing McDonald's. Would you read your mom app today? Can we get junk food? لو تسألون بوبو تقول شنو انت تحب راح يقول لكم اني احب الفرايز وجانك فود يعني كل شيء. بوبو جانك. طبعا هاي الفينوم اللي اشتريتها البوبو هذا اسمه فينوم. تشوفونه شايفين الفيلم مالته هذا الفينوم هيجي شكله هيجي هذا. أنا شخص بدون تصنع طبيعي، يعني أطلع لكم حياتي مثل ما هي، مو من هذول الأشخاص اللي يشوفوهم بالسوشيال ميديا يختلفون ويقعدون مطاعم راقية بس ما بالحقيقة بأيامهم العادية يكونون لا حياتهم تختلف. لا هي حياتي، ناكل جنك فود، ناكل أكل عادي، يوم ناكل يوم ما ناكل، هي هاي الحياة هيجي. فحتى أولادي معلمهم هيجي إنه يعني يعيشون على طبيعتهم على الطبيعة. فهسه احنا اجينا على ماركت جدا مشهور، هذا اللي قدامي اسمه HEB. هو هذا جدا مشهور هذا الماركت هنا بهيوستن وبتكساس كلها. اي طبعا عندنا هواي اشياء نريد نشتريهن يعني. يلا عبروا، يلا جانك عبروا. شوفوا هذا البرتقال يعني 10 باوند $8 اللي هو هذا سندي. هذا برتقال. هاي البوتيتا مال تكساس. طبعا بالمناسبة ترى تكساس همينة هي ولاية زراعية، أرضها يعني حلوة للزراعة. تشتهر بالعنب همينة ولاية تكساس. شوف هسه هذا $3. واو هذا على السيال صاير حاليا يعني $2 البلو بيري، يجي منه واحد بوبو. واكيد تشتهر بالتفاح، زراعة التفاح. شوفوا كمية التفاح هاي الانواع وكلها رخيصة يعني الباون $1.50، اغلى شي $2 الباون. فالتفاح ضروري. انا طبعا احب هذا التفاح، هذا كلش احبه. 49 سنت الباون. الموز يعني يعتبر هذا ارخص من كاليفورنيا، فناخذ لنا 4 موز لان يخرب. ميمي تريد كيكه؟ هي هاي. هذا المكان اقارنه بكاسكو، تقريبا مثل كاسكو، كلش كبير وضخم. واو أنا دارك شوكولات. هاي زينة، هاي 95% دارك شوكولات. هي هاي يا ميمي. الفينوم ما اعرف شو يريد. الاكل بصورة عامة بامريكا هو شوية غالي يعني مو رخيص، بسبب الضربة اللي صارت على الاكل اللي يجي من كندا. لانه تعرفون امريكا تستورد الحليب والبيض من كندا. عادي شو ما عندهم بقرات امريكا؟ لا عندهم بس يكون غير كافي فيستوردون من كندا. عندك الافوكادو، اغلب الافوكادو يستورد من المكسيك. فالرئيس الامريكي قبل فترة سوى ضربة على هذا الاكل اللي يجي من برا، وبالتالي انه ارتفعت القيمة. Here we back.